السلام عليكم ورحمة الله. هولا ميجوز. تقييم تيك توكرز بارت 2. قلت لكم اللي انتوا تبعتوا لي تيك توكرز على الانستجرام هقيمهم او رياكت عليهم او مش عارف اللي انا بعمله ده اسمه ايه. وانتوا طبعا بعتوا لي او مش عارف بعتوا لي ولا لا الصراحة. روحوا ابعتوا لي تاني عشان بارت 3 واعملوا لي فولو ولا اعملوا لي اي حاجة. يعني انا عايز فلوس، انا مش عايز اي حاجه، مش عايز فولو، مش عايز لايك، مش عايز سبسكرايب، بس اعمل لايك وسبسكرايب برضه، بس انا عايز فلوس. انت فاهم قصدي؟ التقييمات اللي عندنا تاني جامد جامد جامد، عادي فشخ، وحش، واخر تقييم غيرناه تيك توك مكانك. ده اسوأ تقييم عشان طالما انت الكونتنت بتاعك سيء جدا فالتيك توك هيبقى مناسب ليك وهتلاقي فيوز رائعه. وانا ما حكيتش على حد من الفيديو اللي فات، ما حكيتش على حد ومش هحكي على اي حد الفيديو ده. اول تيك توكر انثى معانا الفيديو ده حبيبه رضا، نص مليون فولورز، اكونت جميل جدا، اكونت ما كنتش اتمنى في حياتي ان انا اخشه تاني الصراحه. كل ما بشوف فيديو الحبيبه رضا على التيك توك او السوشيال ميديا عموما بتمنى من كل قلبي اللي ما تكونش في ديانتي. يعني يا ريت. الواتس تعرفش الابديتس، جيب لك الوكس ما تخشش الجيش. رمت الشعر انا يا احمد يوسف، فكك الشعر انا يا احمد سانتا، اجي اتكلم. رمت الشعر انا يا احمد يوسف، فكك الشعر انا يا احمد سانتا، اجي اتكلم. يا احمد سقا تيجي تتكلم انت بتلقلق. رحت المطبخ اعمل قهوه وسبت الحلوه قاعده بتقوى وقلعت هنا. الكومنتات مقفوله طبعا، عارفين الكومنتات مقفوله ليه؟ انا محتاج شرموطه يا باشا. انا ده لا انا قصدي الفوطه اللي مسح شرموطه اللي مسح. ده اللي انا قصدي عليه. انا اتمنى ان حبيبه رضا تطلع يهوديه، تطلع اي ديانه، ما تكونش في مصر اساسا. للاسف يا رجاله حبيبه رضا طلعت نفس ديانتي. انا حزين دلوقتي، انا عايز ابكي، انا عايز اعيط، انا فقدت الامل خلاص. مصر محتاجه فتح اسلامي. انا بهزر اخواتي المسيحيين، انا بهزر، انا مسيحي، بس يعني حبيبه رضا مسيحيه برضو. حبيبه رضا هنحطها في وحش علشان مش عارف. بعد كده عندنا محمد نينو 1.4 مليون فولور. بدأ العد التنازلي. هو ده وشك ولا ده فلتر بس عشان ما اتريقش على خلقة ربنا واحس بالذنب بعدين؟ بنتعامل حالفين لنعمل فرح شامل وهنعزم حبايبنا بالكامل. ده وشك تمام، وشك جميل ووشك مش شبه سبونج بوب خالص. يعني هو انا مش عارف انا ليه بتريق على وشوش الناس وانا يعني عندي اوسخ خلقه في مصر وفي الوطن العربي كله. بص كده، بص هحاول ابقى سكسي دلوقتي. بجد خلقتي وحش، بجد وشي وحش. ايه قالوا مين مروه على الخط، انا نجم الراب على الشط، ظبط الظبط خبط ورزع ده قص ولزق. عارف لما تكون عايز تقول لحد انت المفروض تسترجل بس انت خايف اللي هو يجي يفشخك علشان هو يعني هو جسمه يعني قدي مرتين. يعني بص يا اسطى جسمك بسم الله ما شاء الله، يعني الله اكبر يعمل مني 3. ليه بقى؟ ليه؟ يلا توست. تعالوا نشوف مهندس معماري كبير وفجأة بقى بتاع بطاطس وبطاطا. ثانية، هو مهندس معماري؟ والله انا طول عمري بقول مهندسين دولت حاجة بنت بطاطس وبطاطا. ازيك يا باشمهندس عامل ايه؟ الحمد لله تمام. مش انت الباشمهندس. طول عمري والله بحب المهندسين. علم بنت برضه، يعني مش فارق. المهندسين دول اجدع ناس، اجمد ناس، احلى ناس. انت لو مهندس قول انا مهندس، انا عمود من اعمده هذه البلد. قشطه. ده بيدعم واحد عامل مطعم بطاطس ولا مش عارف ده ايه. طب حلو يعني في كونتنت اهو. قشطه تمام، بدل الخرا اللي احنا شفناه في الاول ده. محمد نينو او مش عارف اسمه ايه ده هنحطه في عادي، هنعتبره تابع عن الفيديو اللي احنا شفناه في الاول ده، وهنعتبره دلوقتي انسان جميل بيعمل كونتنت يفيد البشرية في التيك توك. انا فقير والله يا جدعان، والله انا اسف يا. بعد كده عندنا نريهان عذاب زنوسة بسبوسة. قشطة
تمام. هحاول ادخل على الاكونت ده وما اقولش حاجه وحشه، عشان اكيد عندها بنات لا تقل عن 12 سنه هيخشوا يهاجموني في الكومنتات. طبعا كلاسيك انثى انفلونسر جيت ريدي ويز مي عمرو دياب كونسرت ان اي دي. حفلة عمرو دياب عمري ما حضرت 4 دقايق ونص جيت ريدي ويز مي، مش متفرج. ايه ثانيه، لا انا عايز اشوف ايه اللي لبسته في الاخر. انا ما بضحكش، انا ما بضحك. انا اتفاجئت. البتاع اللبس حلو، اللبس جميل، اللبس جميل، بس انا اتفاجئت. يعني انا تخيلت اللي ده بنطلون من الاخر. هو بنطلون، انا مش عارف هو ايه ده الصراحه. خليني معاك. معلش بس تعالى كده، تعالى بودانك الحلوه دي، تعالى. ايوه انت معانا في الفيديو اللي جاي. مين ناريهان دي يا نوسه بسبوسه؟ هاي انا اسمي ناريهان. ناريهان. انا قلت الاسم صح قشطه تمام. اسم ابوكي بقى بالله عليك اسم ابوكي ايه؟ عذاب تكتبوا باساميكم بالعربي بقى على المسا بقى. ناريهان وليه معاني كتير، معنى طويل ومعنى قصير. انتوا عايزين المعنى الطويل ولا المعنى القصير؟ هاي انا اسمي ماجد جورج، واسم ماجد ليه معنيين، معنى طويل ومعنى صغير قصير، مش قصير قوي، افريج سايز كده. يا الله يا ولي الصالحين يا لهوي. طب انا عايز اعرف المعنى، انا بجد عايز اعرف المعنى. ناريهان. للأسف مش لاقي معنى ناريهان، فهنمسك في معنى نورهان علشان الاسم أكثر كروبة لناريهان. يعني ايه أكثر كروبة؟ الاسم هو الكلمة الأولى التي يطلقها الوالدان على الطفل. يعني ايه الاسم؟ هو انت بتشرح لي يعني ايه اسم يا ابن المرء؟ اسم علام مؤنث تركي حسب قاموس معاني الأسماء، وهو مركب من قسمين: نور العربية وهان بمعنى الأميرة. ماشي، ناخد ناريهان ونطبقها هنا. وهان يعني الأميرة، ناريهان يعني أميرة النار. هو أنا صح طيب ولا أنا بهبد ولا أنا عارف لا صح. جامد ماجد والله، جامد ماجد. خليني معاك. يلا انت في ايه؟ يلا انت ايه ده؟ انت ده تاني فيديو ليك وانت جايب صاحبك ايه؟ انا اخبط منك اهو الديل. لا 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 لا، الجو ده ما يتعملش مع اكرام. الحركات بتاعتكم دي انا عارفها كويس قوي ومش هتاكل معايا. ايه مين؟ ايه في ايه؟ الو ستيفن، استنى، في حاجه نسيت اقولها لك. ايه هي؟ بحبك. مين؟ ايه؟ مش فاهم حاجه. نوسه عادي فشخ، عشان يعني انا برضو البنات دي ما بفهمش الكونتنت اللي هم بيقدموه ايه. بعد كده عندنا اشرف هو الاسامي بقت صعبه ولا انا اللي بقيت عبيط ولا ايه الحكايه؟ عنده 5 مليون فولورز. الله اكبر في عيني قبل ما تبقى في عين اي حد. النهارده تيك توك بعتله البوكس ده، تعال نشوف فيه. محدش مهتم، في مليون بوينت 2 واحد مهتم، ففي ناس مهتمه. انا شكلي عبيط قوي دلوقتي. ممكن نرجع ونكمل مع بعض. انا لسه بحبك ماي اكس. الواد وسيم. يا رب صبرني، يا رب صبرني يا رب. حاجه لاحظتها في الفيديوهات بتاعت اشرف، الساوند افكت ده. باشا هل انا لو استعملت الساوند افكت ده في الفيديوهات بتاعت ثانيه بس هجيب فيوز ولايكات كتير جدا؟ الحمد لله اول خطوه في طريق النجاح، والجايزه دي بفضل ربنا وفضلكم. ويلا مفيش مبروك لاخوكم العالمي ولا هو ايه ولا هو
مكتوب على وشي. ثانية ما ينفعش اشغل الاغنية كلها فاغني بصوتي، معلش انا اسف يا رجالة، فلازم اغني بصوتي. اشرف الجميل الراجل المحترم هنحطه في عادي فشخ. بعد كده عندنا هنا، مش دي اللي اتشهرت بسبب الفانتازي ومش عارف ايه، هي قشطة تمام. طب ايه الكونتنت المفروض اعمل ايه؟ هي عندها قطه، فاحنا هنستغل الحوار ده ونقارن قطتها بتخه. تخه كده كده قاعده معانا هنا دلوقتي. أمورة بسم الله ما شاء الله، بس مش أحلى من تخة، أكيد مش أحلى من تخة، مفيش حاجة أحلى من تخة، مش حد، مفيش أي حاجة أحلى من تخة. أهي تخة يا رجالة، بصي للكاميرا أرجوكي. بص أمورة بسم الله ما شاء الله، قمر 14. المشكلة الناس متعرفش قصة تخة، فأنا هقول لكم القصة إزاي تخة بقت قطة. الحقيقة اللي تخة ما كانتش قطة، تخة كانت ملكة جمال أثيوبيا في 1930. وزي ما انتم عارفين اثيوبيا السحر منتشر فيها، فناس اثيوبيا تجمعوا وعملوا خطه اللي هم يعملوا سحر على تخه، علشان هي كانت اجمل انثى في اثيوبيا وفي العالم كله. فاي راجل في اثيوبيا لما كان بيشوف تخه كان اسمها ساعتها شهرزاد، فاي شخص كان بيشوف شهرزاد اللي هي تخه كان بيتقرف يبص لاي انثى تانية. وكان حاصل مشاكل في اثيوبيا وما كانش في حد بيتجوز بسبب شهرزاد، فالناس في اثيوبيا تجمعوا عشان يعملوا سحر على شهرزاد وبقت تخه. انا مش عارفه المفروض اعمل ايه في الاكونت ده. احنا هنروح نحطها في ريتنج وخلاص. هنحط هنا في عادي او لا، يعني هي بتعمل فيديوهات فانتزي وفيديوهات قطط، هنحطها في جامد. بعد كده عندنا سوزي ايمن 1.9 مليون فولور. انت اجمل من جمالك، نفسي اعرف ايه في خيالك. زي ما واضح هنا ومش متهدد بسلاح ورا ظهره اللي هو يصور الفيديو ده. الواد ده مخطوف، اقسم بالله الواد ده مخطوف. احنا لازم نتجمع ونجيب عنوان الشاب المحترم ده ونهربه. هو دلوقتي مخطوف، انا مليون في المية متأكد ان سوزي خطفاه. غيرك حبيبة عمري ما انسى انا قبلك كنت فين. الواد اقسم بالله مخطوف. معا لإنجاد النشار من الاسامي النهارده. ايه ده؟ دي لايف دلوقتي. لايف جميل، لايف ممتع. انا مستمتع دلوقتي وانا بتفرج على سوزي وهي بتاكل لب. لو اخدنا بالنا هتلاقي سوزي بتتحجب في تيك توك وتخلع الحجاب في التاني، بعد كده تتحجب تاني، بعد كده تخلعه تاني، تتحجب تاني، تخلعه تاني. انا عايزه اعرف حاجه، الناس كلها بتسيب بعض وترجع، انت مش عايز ترجع ليه؟ انت لو حد حط عليك بانش الغسيل مفيش مستحيل، مش هتبقى كده. دي سوزي قبل ما تخطف الشاب المحترم ده تاني. يا اللي في ثالثه ثانوي عام يا حيوان، يا اللي بتبص عليا فاتح بتشوف الفيديو بتاعي، خش ذاكر. هو الاكونت ده مرعب ليه؟ انا عايز امشي. لا خلاص. سوزي هنحطها في عادي فشخ. انا نسيت احط لها صوره، مش مهم. بعد كده عندنا ابراهيم سيد داخل على 100,000 فولور. مع ستينج كينج هتخلي قلبك سفنج، خد فكره واشرب ستينج هتبقى راجل بكره. الفيديو عليه 6.4 مليون فيو. اعلان ستينج ذات نفسه بتاع محمد رمضان جايب 24 مليون فيو. والله العظيم 3 المفروض اخد منهم فلوس. انا الباي اللي نفسك تقلده ابراهيم، انا البنجي اللي نفسك تعمله ابراهيم، انا الوحش اللي نفسك تبقى زيه ابراهيم. انا بحب الفيديوهات العشوائيه دي قوي. اسمع يا بيبي جوي، انت لما اتولدت في مستشفى الدكتور راح قال لامك مبروك جبت بيبي. اما اتولدت في جيم الدكتور راح قال لابويا مبروك جبت وحش. لما كنت بترضع سريرات كنت بتقول ماما. اما كنت برضع واي بروتين كنت بقول انا مش عارف انا بكرهك ولا بحبك ولا ايه الحكايه، ولا انا عشان الساعه 7 الفجر وانا لسه ما نمتش. بقول لك ايه، صباح الفل، انت راجل محترم هنحطك في عادي. بعد كده عندنا ساره هاني 617,000 فولور. انا مش فاكر ساره كانت بتعمل ايه، بس انا متاكد اتفرجت عليها قبل كده. 10 سبتمبر اول مره اصحى الساعه 7 الصبح ويكون الموضوع بمزاجي.
ما يكونش ورايا شغل مثلا. المهم صحيت شربت القهوه وحطيت السان سكرين بتاعي. ايه ده؟ هو الفيديو نضيف قوي كده ليه؟ ثانيه في ايه؟ امتى اخر مره كنتوا مبسوطين؟ بقالي كتير قوي ما كنتش مبسوط. لا عايزه لحظه عاديه نجحت في حاجه. ايه الكاميرا كواليتي الفشيخه دي؟ في ايه؟ لا انا مش متعود على كده في التيك توك. ثانيه ايه ده؟ انا مش مهتم خالص اللي بيتقدم ايه، بس فيديوهات نضيفه قوي. تعالوا معايا النهارده وانا بجهز على طبيعتي. اول حاجه انا مش مهتم، بس الكونتنت نضيف، الفيديوهات نضيفه. هي كلها كده؟ هي ليه فيديوهاتها كئيبه قوي كده؟ عشان الكونتنت بتاعها نضيف قوي. هنحطها في جامد. ثانيه هي كان اسمها ايه؟ ساره. ماشي. ساره اخدت معانا اعلى ريتنج النهارده. وخلاص انا هخلص الفيديو عشان الشمس طلعت وانا نعسان وتعبان. وفي بارت 3. ليه لا؟ بارت 3 هيبقى احلى من البارت ده. تشوقوا لبارت 3. انا عايز انام. دوس لايك وسبسكرايب والبيل نوتيفيكيشن بطن عشان لما انزل فيديو جديد وبارت 3 تدخل تتفرج عليه. ثانية هقفل الفيديو نسيت.